إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. نتناول في هذه الحلقة تحت مسمى وجعلناكم أمة وسطا العلمانية. العلمانية تعريفها وأثرها في الأمة الإسلامية وأثرها في العالم كله، وماذا تعني وما مفهومها وكيف ممكن أن نحذر منها. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مثل هذه الآية ومثلها من الآيات الأخرى التي تحثنا على اتباع السنة واتباع المنهج الذي أنزله الله تبارك وتعالى جدير بنا أن نتدارس وندرس أيضا الفرق الضالة، وخصوصا في هذا الزمن فيما يتعلق بالفرق الضالة في زمن السلف الصالح وما بعده. قد لا يكون لنا حاجة بها كثيرا في زمننا هذا، لأن العلماء قاموا بمحاربتها والرد عليها كالقدرية والمرجئة والمعتزلة والكلابية والماتريدية والأشاعرة. لكن اليوم نحن نعاني من مذاهب هدامة وضالة كالماسونية والليبرالية والعلمانية والرأسمالية واليسارية، مصطلحات جديدة أتت إلينا في هذا الزمن. سبحان الله. وبلا شك أن الله يبتلي كل أمة ببلايا خاصة ولم تكن موجودة سابقا، وإن كان الشيطان هو لكنه يجدد التنويع في إضلال المجتمع. هذه مقدمة بسيطة لم أحضر لها جيدا، سامحوني، إلا أن المقصود أننا نأتي على هذه الأمراض الموجودة في الإريتريين خاصة وفي جميع المسلمين عامة، وكيف نحذر منها. أكرر الآية الكريمة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. باسمكم جميعا أرحب بشيخ الدائم، بضيفي الدائم، بشيخ الدائم وضيف الدائم، فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان الداعية المعروف. ولا أدري ثمة إذا كان هناك ضيف خارج، أتمنى أن يتصلوا بفضيلة الشيخ الدكتور جلال الدين محمد صالح، أيضا هو ضليع في هذا الباب، باب العلمانية وأثرها السيء في المجتمعات، لا أقول فقط الإسلامية بل حتى المجتمعات النصرانية واليهودية، فإن هذا مرض خطير. أكرر بالترحيب بفضيلة الشيخ حسن سلمان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بك والمشاهدين. حياكم الله شيخنا. اليوم الكنترول اقترح أن يكون الكلام عن العلمانية، وكم كنت أود حقيقة وأتمنى أن نناقش فعلا هذه الأمور الثلاثة، ما يتعلق بالعلمانية والليبرالية وداخل تحتها الرأسمالية واليسارية وأثرها السيء في كذا، لأن كثير من الإريتريين حقيقة واقعين في هذه الأمور. فما هي العلمانية؟ تعريف موجز ثم سندخل في تفاصيل مذاهبها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العلمانية أو العلمانية أو العالمانية يعني كلها تدور حول مفهوم واحد،
لكن إذا أردت أن ترجع هذه المسألة إلى جذر لغوي واحد قد لا تكون محل اتفاق، فهنالك من يرجعها إلى العالم، وهنالك من يرجعها إلى العلم، وهنالك من يرجعها إلى الدنيوي. لكن خلينا نقول على الأقل نحن نتعامل مع هذه المسألة ليس من خلال المنظور اللغوي أو الجذر الذي تتفرد عنه أو تخرج عنه هذه الكلمة، ولكن نتعامل معه كمفهوم اليوم له سطوته وله كذلك تجلياته وله تمظهرات على كل في الواقع السياسي والواقع الاجتماعي والواقع الاقتصادي. لو رجعنا إلى هذا الأمر ابتداء له صلة بشكل مباشر مع الديانة المسيحية، يعني لا علاقة له بأي شكل من الأشكال مع الإسلام كدين. يعني المفهوم بالنسبة لنا لم يكن واردا لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، لن يكون واردا ما دام المسلمون يتمسكون بكتاب ربهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياتهم. فالإسلام في حقيقته هو الاستسلام لله تبارك وتعالى والإخلاص له ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المسلم لا يخرج شيء من أمر حياته إلا وهو داخل تحت أحكام الله تعالى المعروفة يعني. وبالتالي المسلم لا يتصور أنه يعيش معمعة أو إشكالية قضية الدين وعلاقتها بالإنسان. يعني الإنسان علاقته بالدين هي تبدأ من لحظة ميلاده إلى لحظة وفاته هو تحت حكم الله تبارك وتعالى. لكن بالنسبة للمسيحية فيما يتعلق بعلاقة الدين مع السلطة أو علاقة الدين مع الإنسان مرت بمراحل كثيرة جدا. ولذلك أقول بأن العلمانية كفكرة جذرها له صلة بالجانب المسيحي وتطورت في هذا الاتجاه، يعني تطورها نفسه كان في هذا الاتجاه. فإذا جئنا إلى المسيحية، وهذا طبعا موضوع طويل لكن خلينا نختصر، إذا جئنا لعلاقة الحالة المسيحية منذ عيسى عليه السلام إلى يومنا هذا مرت بأربع مراحل. شيخنا أنت تتكلم عن تاريخ العلمانية، نحن نريد أولا تعريف العلمانية باختصار. نعم، العلمانية باختصار هي شكل من أشكال الفصل بين الدين وبين الدولة. دي ذاتها ما حد إشكال، يعني هل هي فصل دين عن الدولة أم فصل الدين عن السياسة أم فصل الدين عن الحياة؟ هي بعد كده لكن خلينا نقول بدايتها كانت عبارة عن فصل بين سلطتين. كان في شيء اسمه السلطة الدينية وشيء اسمه السلطة شنو؟ السياسية في النصارى في البداية. نعم. في أوروبا نشأ السلطة الدينية كنيسة ورجالها وكذا، ولهم مزارعهم ولهم إقطاعهم ولهم شغلهم، ويأمرون وينهون ويزاحمون السلطة شنو؟ السياسية اللي هو الملوك. فبدايتها الآن لا أتكلم عن تطورها، لأن تطورها كما تفضلت هو يمشي بعيد، لكن خلينا نقول تجريدا العلمانية في بدايتها ما كانت ضد الدين، عشان كثير من الناس يخطئ في هذا الجانب. المسيحيين النصارى الذين نادوا في أوروبا بالفصل ما بين الدين السلطة الدينية كانوا دينيين، كان بعضهم يرون بأن السلفية المسيحية تقتضي فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية. كانوا يرون هذا مقتضى دينهم، خلافا لحالتنا نحن طبعا لا يستندون إلى حالة دين. لكن بعض المفكرين الأوائل الذين نظروا لفكرة الفصل كانوا يتكلمون ليس عن فصل الدين عن الدولة، ولكن كان يتكلم عن فصل السلطة الدينية عن السلطة شنو؟ الزمنية. ثم بعد ذلك يا شيخنا حصل التطور في مفهوم الفصل، تطور المفهوم إلى الفصل التشريعي، إلى الفصل السياسي، إلى الفصل في المجال العام، إلى الفصل في المجال الفردي. دي كلنا نعتبرها تطورات في الحالة شنو؟ في حالة الفصل. لكن خلينا نقول جوهر العلمانية هي فصل بين سلطة دينية وسلطة سياسية. جميل. طيب خلينا الآن ننتقل إلى التدرج التاريخي للعلمانية. نعم. طيب العلمانية في الإطار الذي بعد الفصل بين السلطة الدينية والسلطة الدولية أو السياسية، ما الذي حصل في العلمانية وعام كم كان هذا تقريبا؟ طيب خلينا أرجع إلى الجزئية اللي نحن أردت أن أدخل منها لأنها يستطيع الإنسان يتصور مهمة. صحيح. اللي هي المسيحية وكيف كانت حالتها. المسيحية خلينا نقول مرت بأربع أطوار. الطور الأول هو فترة المسيح عليه السلام وبولس الرسول الذي يسمونه بولس الرسول. هذه الفترة كانت حالة اعتزال. الحالة الدينية عند النصارى كانت معتزلة للحالة السياسية، ما كانت تقترب من السلطة، اللي هي يستند فيها إلى مقولة منسوبة إلى عيسى عليه السلام: دع لله وما لقيصر لقيصر. فكان المسيح عليه السلام يبتعد عن قضية السلطة والصدام معها، ومع أنه في النهاية الأمور مشت إلى الصدام. جاءت الحالة الثانية هي حالة الاتصال. حالة الاتصال بدأت من القرن
الرابع وتواصلت بعد ذلك اللي هي فترة قسطنطين، ثم الفترة التي هيمنت فيها الكنيسة في العصور الوسطى على المجال كله السياسي والديني. إذا عندنا الفترة الأولى اعتزال، الفترة الثانية اتصال، الفترة الثالثة صاحبت الثورة الفرنسية الانفصال، اللي فصلوا السلطتين عن بعضهم. لاحظ إلى الآن ما تكلموا عن الدين، يعني الدين كدين الأوروبي كان بيتدين، لكن قالوا والله لما نجي في السلطة في سلطة نسميها دينية وفي سلطة نسميها إيه؟ سياسية. طيب المرحلة الرابعة هي ما يمكن أن نسميه مرحلة الاغتيال، إنه والله مسألة الدين تماما حاولوا أن يقصوها من كل المجالات اللي هي تعانيها فرنسا الآن في أنها تحارب الدين في كل السياق العام. لاحظ هذه 4 مجالات. في مرحلة من المراحل ظهر مفهوم عند الكنيسة إنه المجتمع المسيحي يقسم إلى قسمين. القسم الأول هم الأساقفة والقساوسة، وهذا كانوا يسمونهم الخواص. والقسم الآخر هم العوام النصارى، كانوا يسمونهم علمة، في اللغة السريالية كانوا يسمونهم العلمة. فكلمة علماني جاءت من هنا، جاءت من كلمة سريالية اللي هم عامة النصارى الذين ينشغلون بالرأي الغير ديني. لاحظ فجذور هذا، لأنه بعض الناس يقول والله المسيحية نشأت من 100 سنة أو 200، لا، هذا الكلام يكاد يكون من القرن الرابع الميلادي. فكان فكرة إنه والله في خواص لهم اشتغال بالدين وعوام ليس لهم اشتغال بالدين هي فكرة قديمة. فكان العامي في النصرانية يسمى في اللغة السريالية علمة. فلما جاءت الآن علمة في اللغة السريالية، الألف هنا دائما للألف واللام في اللغة العربية، مثل أن نقول العلم مثلا علمة مثلا. فهذا التقسيم ما بين ديني منشغل به رجال وما بين عامة ناس لا ينشغلون بالدين لها أساس فيما نتكلم فيه اليوم. فأنا لما قلت لك إنه المسألة لها علاقة بالمسيحية أكثر ما لها علاقة بشنو؟ بالإسلام. يعني في الإسلام لا توجد فئة تنشغل بالدين وفئة أخرى لا تنشغل بالدين. يعني ممكن نقول فئة تنشغل بالعلم الشرعي كتخصص، وفئة أخرى قد لا تتخصص في العلم، ممكن، لكن لا يمكن في المجتمع الإسلامي أن نقول والله أولئك متدينون وهؤلاء ليسوا إيه؟ متدينين. هذا لا ما. فكانت هذه جذور العلمانية وكيف نشأت. فإذا كلمة علماني كعلماني يعني في المعاجم العربية دخلت يمكن من القرن العاشر الميلادي، يعني قبل أكثر من 1000 سنة دخلت في المعاجم عن طريق المسيحيين العرب، أدخلوها إلى القواميس العربية. لكن في أوروبا تطورت، عشان ما نطيل على المستمع، تطورت من الثورة الفرنسية التي طالبت بفصل الدين عن السياسي إلى أن دخلت فيها بعد ذلك خلينا نقول 5 مستويات للعلمانية. جميل، هذه النقطة مهمة، فصل الدين عن السياسة. أيوة، الأول فصل السلطتين اللي هو تكلمت عنه في تعريف العلمانية، فصل السلطة الدينية عن السلطة الزمنية أو السلطة السياسية. هنا يا شيخنا نتكلم عن سلطة ولا نتكلم عن مجتمع الآن. يعني العلمانية في المستوى هذا فقط هي جانب إجرائي تقسم إنه والله لنا سلطة دينية لأن الكنيسة لها سلطتها، ولنا سلطة سياسية اللي هو عوام الشعب وسلطتهم السياسية، فيفصل بين السلطتين بحيث هذه لا تتدخل في مجال هذه. دي الجانب الأول. ثم تطورت بعد ذلك إلى ما يعرف بالفصل الدستوري أو الفصل التشريعي. هنا دخلت العلمانية بدل كانت فصل بين سلطتين، قالوا والله نفصل أيضا الدين عن مجال التشريع، فلا يتدخل الدين فيما يتعلق بوضع الدستور ولا يتعلق بالقوانين بتاعت الدولة. إذا ده مستوى إيه؟ الآن ادحرجت زي ما أقول العلمانية من كانت فصل بين السلطتين إلى أنها بدأت تفصل في جوانب أوسع من قضية السلطتين. الجانب الثالث دخلوا بعد ذلك في الفصل السياسي. الفصل السياسي بمعنى إنه والله أثناء ما أنت تمارس السياسة يجب أن تبعد كل الشعائر الدينية، فلا تظهر صليب ولا تظهر الراية ولا يكون في شعارات مثل أن تقول الإسلام هو الحل، يعني كل الشعارات الدينية في المجال السياسي تبعدها. هذا أيضا شكل على كنت توسعت فيه الآن. ثم الرابع شيخنا وصلت بعد ذلك إلى الفصل في المجال العام. لاحظت فصل المجال العام هنا سماها البعض باللائكية. اللائكية تحارب مظاهر التدين وأشكال التدين ليس فقط في التشريعات وليس فقط في المجال السياسي، ولكن تحاربه حتى في
الدخول إلى الوزارات أو عندما يكون الشخص وزيرا. فهذه اللائكية ظهرت تقريبا في 3 دول في العالم، فرنسا رائدة هذا الاتجاه، ثم تركيا في فترة أتاتوركية، ثم بورقيبة في العالم العربي في تونس. هذه كانت تسمى اللائكية، بمعنى تلاحق التدين كمظاهر في الإطار العام. طبعا تراجعت تركيا الآن لأنه من أين مشتق كلمة اللائكية؟ اللائكية هي كلمة فرنسية وعرفت بذلك أنها هي تواجه الدين في المجال في المجال العام، فعرفت باللائكية. لكن هي يمكن أن نقول بأن اللادينية أو الفصل الديني في الإطار العام في المجال العام. فأنت مثلا إذا كنت وزير أو أنت في وزارة من الوزارات لا تحاول أن تظهر أي شكل من أشكال التدين. أخيرا، وهذه طبعا النوع الخامس، هو اللادينية، وهي ملاحقة الدين على مستوى الأفراد، وهذه تبنتها تقريبا الشيوعية عندما كان الاتحاد السوفيتي حاكم. بدأوا يلاحقون الأفراد حتى في تدينهم، فإذا وجدوا المسلم مثلا معه مصحف فإنه يلاحق ويتابع ويحاكم، وممكن أن يحكم عليه بإيه. إذا أنت عندك 5 مستويات من العلمانية. ولذلك كثير من الناس عندما تحصل له اشتباك، يعني يحاول أن يفك الاشتباك، لا يعرف هل هي والله، بعضهم يعرفها له باللادينية المطلقة، وبعضهم يعرفها له باللادينية التشريعية، وبعضهم يعرفها له باللادينية السياسية، بعضهم يعرفها له بالفصل ما بين السلطتين. فهي كل هذه المساحات شيخنا يمكن أن تندرج معنا في تطور الفكر العلماني، بحيث بدأ بفصل بين سلطتين دون أن يحدث خصومة مع الدين، ثم تطور بعد ذلك لينتهي بنا إلى حالة الخصومة المباشرة حتى على مستوى الأفراد. متى قيل اشنقوا آخر ملك؟ اشنقوا آخر قسيس اشنقوا آخر مع آخر ملك. نعم، هذه في الثورة الفرنسية. هذه قيلت في الثورة الفرنسية في مرحلة التطور الذي وصل، يعني في البدايات في الثورة الفرنسية. طبعا الثورة الفرنسية استمرت أكثر من 80 سنة، وهي تتطور، تسقط، تتقدم، تتأخر، لكن وصلوا إلى مرحلة من المراحل في الثورة الفرنسية إنه لاحظوا هنالك تلاحم كبير ما بين الكنيسة وبين الملك، فنادوا بشعار اخنقوا آخر. يعني هم الآن قضوا على الملكية وقضوا على القسيسية. نعم، الدينية. قضوا على نعم، قضوا على الاثنين معا. فماذا أنشأوا شيء جديدا؟ أنشأوا الآن الأنظمة الجديدة اللي هي النظام الجمهوري، وأنشأوا البرلمانات، وأنشأوا ما يعرف الآن بالأنظمة الحديثة على كل. جميل. إريتريا في الأحزاب السياسية منذ أن كانت الرابطة الإسلامية، على أي منهج ساروا في هذا الطريق؟ هل كانوا على الليبرالية أم على العلمانية أم كانوا على أي توجه؟ علما أنني كنت أسمع عثمان صالح سابر رحمه الله يقول نحن دولة علمانية. نعم، تكاد تكون أول مرحلة الرابطة لم يظهر فيها طرح علماني بالمعنى الذي نعرفه الآن، لأن كانت تلك المرحلة هي مرحلة إنشاء الدولة، لتنشئ بعد ذلك أو تتساءل بعد ذلك حول وضع التشريع، وهل الدين يدخل في التشريع أو لا يدخل. دي مرحلة لاحقة. الرابطة الإسلامية حاولت أن تعمل على توظيف واستفادة واستثمار الحالة الدينية في مواجهة حالة الاحتلال، فهي لم تطرح الإسلام في مقابل العلمانية بقدر ما طرحت الإسلام في مواجهة الاحتلال، ولم تجد إشكالية في ذلك. يعني حتى القوى الأخرى الغير مسلمة ما كانت تنظر إلى أنه والله مشكلتها مع الإسلام لأنه سيكون حاكما عليها، ولكن كانت تنظر إلى الرابطة باعتبارها مناوئ سياسي يطرح فكرة مغايرة لفكرة الانضمام. فالرابطة الإسلامية استندت إلى الدين واستندت إلى الإسلام، وحاضنتها وقواها الاجتماعية الأساسية كانت مستندة إلى الإسلام، لكن ما ناقشت فكرة أنه والله الدولة بعد ما تستقل إريتريا كيف سيكون، لأنه هذه كانت مرحلة أخرى. لكن بعد أن نشأت الحالة سميها مرحلة الربط ما بين إريتريا وإثيوبيا في الاتحاد الفيدرالي، من هنا يمكن أن نؤرخ لفكرة العلمنة، باعتبار أنه هنا نشأ برلمان فيه حالة انقسام ديني، فيه حالة انقسام سياسي، فيه إشكالات. فمن هنا يمكن أن تقول بأن الطرح العلماني أو فكرة الفصل ما بين الدين والسياسة وتضييق مساحة الدين في المجال العام نشأت يمكن أن نقول من هذه الفترة. ثم بعد ذلك لما جاءت جبهة التحرير الإريترية وكل التنظيمات الإريترية باستثناء التنظيمات الإسلامية تكاد تكون شبه مجمعة على أنه والله الطرح العلماني هو
الطرح الذي تتبناه هذه القوى بما تفهمه على كل من أنه العلمانية هي فصل ما بين الديني والسياسي. لكن أشك بأنه والله إلى أي مدى كانت هذه التنظيمات مثلا مدركة لطبيعة الفصل الذي تتبناه، إلا الجبهة الشعبية على وجه التحديد ربما كانت واضحة وصارمة في الفصل الذي يكاد يصل إلى مرحلة الفصل بين السلطتين، والفصل بين التشريع والدين، والفصل بين السياسة والدين. هذه تكاد تكون مشت فيها. يمكن أن نقول بأنه والله ما وصلت مرحلة الفصل الفردي، بحيث والله الفردي في نفسه لا يتدين، لكن يمكن أن نقول وصلت إلى مرحلة الفصل في المجال العام، لدرجة أن يمنع الصلاة مثلا في الجيش. هذا شكل من أشكال المنع، هي شكل من أشكال اللائكية. يعني لما يقول لك في الجيش أنت كمسلم لا تصلي، هذا مرحلة خطيرة جدا. يمكن بعد ذلك أن يقول لك في الشارع لا تصلي، لكن هم إلى الآن ما وصلوا مرحلة أنه في الشارع يقول لك لا تصلي، لا. يعني المظاهر الفردية أنه الفرد وعبادته لربه ما داخلين فيه إلى الآن كنظام، لكن فيما يتعلق معسكرات التدريب أعتقد الصلاة ممنوعة. هذا هو، ولذلك هذا ما يسمى بالفصل في المجال العام. يعني توسعت حالة هل النظام علماني؟ النظام نظريا إلى هذه اللحظة يتبنى العلمانية. يتبنى العلمانية. لو سألت أنت إيش طبيعة هذا النظام، يتبنى العلمانية في الدستور الذي وضعه. لكن هل الممارسات هي ممارسات علمانية؟ يعني العلمانية يفترض أن تكون فيها المؤسسات الدينية لا تجد رعاية من الدولة واهتمام. طيب لما أنت تجد النظام الإريتري له اهتمام ورعاية وتسويق للحالة في الكنيسة مثلا ويعطيها امتياز، هنا لم تعد حالة علمانية قدر ما يمكن أن تصنف بأنها حالة طائفية. لماذا؟ الحالة العلمانية تتساوى فيها الأديان، تتساوى فيها الأديان، فلا يدعم ولا يكون في احتفالات يحضرها رئيس الدولة. هذه كلها من الأشكال اللي أنت مفروض خلاص. لكن تجد الآن مثلا سياسة فرقي تجده مثلا يحضر في الكنائس ويحضر الافتتاحيات ويبارك ويفعل ويحضر الأعياد أيضا لكن برضو يحضر أعياد المسلمين في عيد المولد النبوي مثلا. المولد ممكن، أنا ما أعرف، لكن إلى الآن لا أعرف سياسة فرقي مثلا خاطب المسلمين في دينهم، مع أنه رئاسة الدولة حتى لو لم يعني ولو لمرة أنت حاول على الأقل خاطب الناس، ما هذه جزء من شعبك يعني، وتهنئهم وتبارك لهم. هذا العلمانية ممكن تكون في هذا الاتجاه يعني لم يثبت عن أنا لا أعرف أنه مثلا أنه هنأ الإريتريين بعيد الأضحى لا بعيد أعرف الفطر. ذلك حقيقة. لم تقف على هذا. لا أقف على هذا. إن شاء الله إذا في من يقول. لكن معروف عن النظام أنه يقول ربي لن، لا إله والحياة مادة. هذه طبعا هذا في الجيش منتشرة جدا. أحسنت. هذه كانت وحتى لما يذبحون الذبيحة أيوة. يقولون عوتنا حفاش. هذه يمكن شيخنا أن نؤرخ لها في إطار بنية الجبهة الشعبية قبل دخول المدن، قبل التحرير. لأنه بعد التحرير فكرة الشيوعية نفسها عند النظام حصل فيها كثير من الضعضعة، لأن الناس رجعت إلى بيوتها، فاللي كان متزوج على طريقة الثورة بدأت الناس يعانون من هذا النوع من نعم الزيجات. وبعدين كثير أيضا من المناضلين لما عادوا للمساجد. أحسنت. وصلوا. اللي مسيحي بدأ يعود للكنيسة والنظام لم يمنعهم. أحسن. النظام كان في مرحلة ولم يقف ضدهم. في مرحلة الثورة الصرامة كانت أكثر. في مرحلة الثورة فكرة لا إله هذه كانت شبه واضحة. إنه كثير من أبعدوا قضيتين تماما، حاولوا إنه والله يكون الدين والقبيلة كما يقولون، حاولوا هذه يمحوها محو، فأنت لا تنتسب إلى دين ولا تنتسب إلى قبيلة. هذه طبعا في مرحلة من المراحل على كل ذهبوا فيها، لكن لما دخلوا إلى حالة الاستقلال واحتكاكهم بالشعب، هنا من كان على الأقل عنده الإرادة لأن يتدين بدأ يتدين. لكن في إريتريا مثلا من أرادت أن تتحجب. أيوة. إلى الآن لم يصل النظام إلى مستوى الحرب على المستوى الفردي اللي نسميها اللادينية. لم يصل يعني هو يعني نزع الحجاب حصل في تركيا. نعم. ما بين فترة يعني قبل حوالي عقدين أو ثلاثة كان الحجاب ممنوع. جاء الرئيس أردوغان وهو يقول أنا علماني. ويقول بهذا ويصرح نحن دولة علمانية. نعم. وهنا وجد المسلمون حريتهم الكاملة مع الرئيس رجب طيب أردوغان. إذا أردنا أن نقارن بين إريتريا وتركيا في هذا المجال ماذا تقول؟ هو طبعا إريتريا في بعض المجالات لم تصل ما وصلته تركيا، اللي هي مرحلة الملاحقة. يعني فترة من الفترات شيخنا كان في ملاحقات على مستوى إنه منع فيها الأذان،
تركيا منع فيها الأذان باللغة العربية. فكان الناس يذهبون إلى البحر ليسمعوا فقط واحد يؤذن لهم، ولا يموتوا قبل أن يسمعوا لا إله إلا الله باللغة العربية. في مرحلة من المراحل كان تداول المصحف وأن تكون هنالك حلقات للتحفيظ كانت ممنوعة. في مرحلة من المراحل كان أن يكون في شخص مسؤول في الدولة ويذهب إلى الحج كانت ممنوعة. يعني هذه لم تصلها إريتريا. يعني لو قارنت أنت ما بين الحالة هنا وصلت إلى اللائكية المتطرفة على مستوى الدولة. بماذا تحكم إريتريا؟ يعني أقصد عند الخلاف في المحاكم، ما القانون الذي يطبقونه؟ هو حتى الآن عندهم نوعين من المحاكم طبعا، فيما يتعلق بالأحوال الشخصية هي المحاكم على مذهب الحنفية. أيوة. الطلاق، النكاح، الزواج، هذا كله تقريبا عن مذهب اللي هو الأحكام الشرعية، وتتحكم فيها المحاكم الشرعية. هنالك محاكم مدنية، ويبدو والله أعلم المحاكم المدنية قد يذهب إليها حتى الذي يريد أن يعقد بطريقتها بالعقد المدني أيضا. لكن كثير من الناس إلى الآن حسب ما أعرف الغالب في إريتريا حتى هذه اللحظة لم تجد المحاكم المدنية سطوتها، بحيث والله المسيحي على المسلم كلهم يذهبون إلى المحكمة المدنية. تجد أنه الكل حريص أنه يوثق عقده بشكل بشكل شرعي. يعني إلى هذا. بالعكس هنا في تركيا أنت بتلقى الحالة المدنية عندها حظوة كبيرة جدا. إلى الآن مثلا فيما يتعلق بالمواريث في إريتريا لم تتدخل فيه حتى هذه اللحظة إلا الأحكام الشرعية اللي المحاكم الشرعية هي التي حتى هذه اللحظة. لكن بشكل عام هنالك فيما يتعلق بالاقتصاد، فيما يتعلق بالسياسة، فيما يتعلق بالإعلام، فيما يتعلق بالتعليم، هذه كلها تكاد تكون مظاهر العلمانية فيها متفشية في إريتريا. فأنت التعليم مثلا لما حصل الصدام ما بين المؤسسات الدينية وما بين الحكومة كان السبب في ذلك أنهم لا يريدون مدارس تعليمية دينية محضة. لاحظت؟ فكل هذه حاولوا أن يجردوها أو تلتزم بالمنهج العلماني أو المنهج الرسمي خلينا نقول للدولة الذي هو لا يتعامل بالحالة الدينية. طيب إشكالية هذا الوضع في إريتريا أنك أنت والله فيما يتعلق بالكنيسة ما فعلت هذا الفعل. الكنيسة عندها إلى الآن يعني أكاديمياتها سميها أو مدارسها التي تخرج القساوسة وتخرج الذين ينتسبون الكنيسة. فهذه واحدة من الإشكالات. ليش أنت طيب ما تركت والله الحالة الدينية في المعاهد أن يكون هنالك مثلا شكل من أشكال المعاهد التي يتدرج فيها المؤذن ويتدرج فيها الإمام ويتدرج فيها القاضي الشرعي؟ لاحظت؟ فهنا تأتي الإشكالية في الحالة الإريترية، وهو اللمسة الطائفية فيها أظهر من اللمسة العلمانية التي تتعامل بمستوى واحد في الدولة. لكن قد يقال أن المساجد مفتوحة والناس يصلون، خلاوي التحفيظ أيضا موجودة وهي تدرس وتربي أبناء المسلمين. نعم. ولم يتعرض لها النظام بشيء. ماذا تقول؟ حتى الآن طبعا هذا هو المستوى الأدنى الذي وصلت إليه الحالة. نحن يوم من الأيام كان عندنا معاهد شرعية وكان عندنا، وهذه المعاهد كان ما طالب الدولة شيء ولا تحاول أن تأخذ حتى دعم من الدولة. فالوضع الصحيح في الحالة العلمانية أنك هذا النوع من النشاط الشعبي لا تمسه. أنت ممكن تقول أنا لا أدعمه. العلمانية بعض أنواع العلمانيات يقولون لا ندعم الدين ولا ندعم المظاهر الدينية، لكن لا يحاول إذا كان في جهة من الجهات تبنت حالة دينية وتمولها بتمويلها الخاص يتعرضوا لها. إريتريا تتعرض لك. فالمعاهد كلها تقريبا جيرت، إما أنك والله تذهب مع المدرسة أو تجعلها مدرسة لكن فيها تطعيم بسيط جدا من الحالة الدينية، أو سيغلق لك هذا طيب يقال هذا طبيب علماني وهذا طبيب إسلامي، أو هذا رجل علماني وهذا رجل إسلامي، ماذا يعني ذلك شخص؟ لا هو طبعا امرأة مثلا متبرجة وكذا تسأل عنها مذيعة وهي مسلمة، فإذا سيقول لك هي علمانية وهي تقول لك أنا علمانية، لكنها إذا جاء وقت الصلاة تلبس العباءة وتذهب وتصلي. نعم، هذه طبعا هو نمط من أنماط الفصل. هي تؤمن بأنه والله لما تدخل إلى الوزارة تقلع عن الحجاب وتقلع عن اللناء وتكون عادية. لماذا؟ لأنه نظرتها أنه والله مجال العمل منفصل عن مجال مجال الدين. فهو فكرة مسيحية في الأصل، إنه والله أنا ماشي الكنيسة بلبس المعتب حقي وبلبس اللبسة الجيدة، لكن لما أخرج من الكنيسة أقلع. طبعا الإسلام لا يعترف بهذه الوضعية، لكن النوع المتأثر الآن بالحالة العلمانية يقول لك أنا يا أخي صحيح أصلي وأصوم وممكن أمشي الحج، لكن أنت لا تطالبني بأنه والله كل حياتي تبقى إسلامية. لأنه هو يجد هنا إشكالية بالنسبة لفهمه. هو يرى أنه والله الفصل ما بين السلطة أو ما بين مجال العمل أو ما كده
أيضا نفس حالة العلمانية يمكن أن تدخل مع الناس في الاقتصاد مثلا. يعني هي المرأة تقول لك أنا حرة ألبس ما شئت وأصافح ما شئت وأجلس مع الرجال من ما شئت أو من أيا كانوا، فلا للدين دخل في هذا. هذه الآن ليبرالية. دخلت الآن في الليبرالية. عجيب. أيوة. طيب إذا هذا يحدث بنا أن نعرف ما الفرق بين الليبرالية والعلمانية، أو الليبرالية تحتاج إلى حلقة جديدة. والله الليبرالية دي قصة طويلة. قصتها طويلة، لكن هي يمكن أن تكون جزء من العلمانية ويمكن أن تكون حالة منفصلة. الليبرالية أصلا جاءت في سياق التطور بتاعت المسيحية، في العلمانية أقصد في إطار مسألة الأكثرية والأقلية. فلما حكموا في الديمقراطية، لأن عندك علمانية وعندك ديمقراطية وعندك ليبرالية وعندك رأسمالية، هذه كلها متشابكة، فتجد أنه والله النظام يكون رأسمالي من جهة، لاحظت، وعلماني من جهة في علاقة الفكر والمعارف والدين وكذا من جهة، وليبرالي فيما يتعلق بالحرية الفردية، لأن الليبرالية جوهرها هي الحرية الفردية، يأكل كما يشاء، يلبس كما يشاء، يعبد ما يشاء، لاحظت. فهي بهذا الشكل، لكن يمكن أن تفرد لها على كل إن رأيتم ذلك، فهي واسعة ويمكن أن تأخذ أيضا حظها من النقاش. لكن مجرد ما قال لك أنا حر فاعلم أنه إيه. ما حكم الإسلام على العلمانية؟ بماذا حكم؟ الإسلام يتناقض تماما مع فكرة العلمانية، لأنه لا يؤمن بالفصل أصلا، لا فصل على مستوى الأفراد ولا فصل على مستوى المجتمع ولا فصل على مستوى الدولة. الإسلام لا يرى هذا النوع من الفصل، ولا تجربته التاريخية تساعد على هذا النوع من الفصل. يعني لا مضمونه وآياته، اللي هو المضمون أقصد به الآيات والأحاديث وجوهر الدين نفسه الذي بعث الله به النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يعطيك مساحة أن تقول أنا أصلا أريد أن أفصل حياتي، يعني حياتي الشخصية عن حياتي الأسرية، عن حياتي في السوق، عن حياتي في المجتمع، عن حياتي في الدولة. ما في كلام بهذا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فما عندك مجال. فأنت عندما تقول وفسر السلم هنا بالإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله، معناها أنا سلمت قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فالمسلم طبيعته أنه ليس انفصالي، لا يفصل الفكر عن الدين، ولا يفصل الحركة عن الدين، ولا يفصل العمل عن الدين، ولا يفصل المشاعر عن الدين، ولا يفصل الفن عن الدين، ولا يفصل الأذواق عن الدين، فيصل بك الدين. فكما أنه مأمور أن يوحد الله ويصلي، نعم، كذلك هو مأمور أن يأكل بالحلال ولا يرتكب ولا يأكل الربا، يبتعد عن كل محرمات هذه المظاهر. فلا يمكن أيضا في التعليم أن تقول لي والله هذا تعليم ديني وهذا تعليم ليس ديني. هذا الإسلام لا. يقول لك والله ويقال هذه جامعة علمانية، إذا دخلتها الله لا يوريك. أحسنت. فهذه كلها إشكالات التمظهر الذي يمكن أن تحدثه العلمانية في عالمنا الإسلامي. دعم لقيصر وما دعم لله لله، ما معنى هذه الكلمة؟ هذه المصطلحات لم تكن في عهدنا نحن. لا في عهدنا ولا في. هي هذه مقولة منسوبة إلى عيسى عليه السلام، على الأقل من خلال الحالة المنقولة الآن عن عيسى عليه السلام. يقال بأنه عرضوا عليه مالا فقلبه، قالوا له هل ندفع الضريبة لقيصر؟ فيقال أنه قال لهم دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. إن صحت المقولة، لأن هذه المقولة أصلا تتناقض مع ما جاء به عيسى عليه السلام في كمال الدين. لكن يمكن أن يقال بأنه إما أنه أدرك أن هؤلاء الذين سألوا هذا السؤال هم عناصر السلطة يريدون أن يورطونه، لأنه في وقتها السلطة كانت أصلا تحاول أن توقع عيسى عليه السلام، كما رأينا في النهاية فكرة بتاعت أنه يأتوا به لقتله، لاحظت؟ والله سبحانه وتعالى حماه من ذلك. فالشاهد أنه ربما قالها في لحظة هو يدرك أن السائل ليس يعني يسأل للالتزام بقدر ما هو يريد أن يوقع. هذه واحدة. الحالة الثانية أنه في مرحلة استضعاف ولم يصل إلى مستوى الولاية التي يقول فيها بأحكام الله في كل شيء، فكان يدعوهم إلى توحيد الله ومعرفة التوحيد وكذا، ثم بعد ذلك يأتيهم في قضية المال، وأن يعني ممكن هذا على كل قد تكون قيلت في مرحلة من المراحل إن صحت النسبة إليه. طيب فيما يتعلق بحكم، نعود إلى حكم العلمانية في الإسلام بأنها محرمة، درجة حرمتها تصل إلى الكفر أم هي إلى الفسق أم هي إلى الظلم؟ على كل من يعتقد بأن
الإسلام لا يتدخل في شأن السياسة، ولا يتدخل في شأن الاقتصاد، ولا يتدخل في شأن التشريع، ولا يتدخل في شأن التصورات الكلية. هذا بلا شك من يرى هذا هو الأصل ويمنع ويرى هذا هو الصحيح وهذا هو الصواب، هذا كفر بلا شك. هذا كفر. هذا كفر. أو الذي يقول لا يحق للإسلام أن يتدخل في كذا وكذا وكذا. أيوة، هذا كفر. هذا كفر. طيب، لكن الحالة الثانية أنه بعض الناس مثلا يجد نفسه مضغوط أو ليس أمامه إلا يعني مجتمع من المجتمعات، مثلا مجتمع مسلم، كما حصلت مثلا في الحالة في الهند. رأوا بأن الدولة ذاهبة نحو الهندوسية في فترة من فترات، بعد أن انقسمت منها باكستان وانقسم منها مثلا بنغلاديش، فكان المسلمون أقلية في ذلك الوقت، وكانت الهندوسية أكثرية، بحيث يمكن أن تجعل الدولة دولة إيه؟ كما تسعى الآن طبعا يسعى بعض الأحزاب العلمانية تسعى إلى إعلان الهند دولة إيه؟ دولة هند. فيقال الذين ساهموا في وضع الدولة العلمانية هم المسلمون. لماذا؟ لأنهم أخف شرعا. بمعنى إنه والله أنا عندي مساحات من الحياة أستطيع أن أعمل فيها ما أشاء، لا تتدخل الدولة في تعليمي، لا تتدخل الدولة في مساجدي، لا تتدخل الدولة في أوقافي، لا تتدخل. فعندي مساحات من التدين، وبالتالي هم تعاملوا بأنه الدولة على المستوى الفوقي تكون دولة إيه؟ دولة. فهنا يمكن أن نقول بأن ألجأتهم حالة الاستضعاف إلى أنه والله صاروا بين شرين، بين شر العلمانية وما بين شر إيه؟ الهندوسيين. مثل الآن يمكن أن تحصل في بعض الدول الأفريقية، مثل أن تسعى الدولة إلى أن تجعل من مجتمع متعدد إنه والله الحالة حالة مسيحية كما هي الحالة الآن في إريتريا، فيقوم بعض الناس يقول لك والله بدل أن تذهب الدولة في هذا الاتجاه خليها ترجع إلى أن يكون المواطنون متساوون عن طريق العلمانية. صحيح. لاحظت؟ فهنا يمكن لبعض الناس أن يقولوا ليتها كانت علمانية حقيقية ولا تكون علمانية مزيفة تمر من خلالها حالة الطائفية. فهذه كلها هذا فعلا يتحقق، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. بلا شك، بلا شك. آية واضحة. بلا شك. إلا إذا كان المسلمون لهم قوة ولهم يعني اتحاد ولهم ترابط، ما يجعل الجهة الثانية أن يكونوا على حذر شديد، وربما يتنازلون. وهذا لا شك يحتاج إلى أن المسلمين يفرضون أنفسهم بشكل موحد وبشكل قوي، ويعرفوا ما هي حتى عند التنازل. بالضبط. نختم إذن بتوجيهكم للأحزاب السياسية الإريترية، وتوجيهكم أيضا حتى للنظام نفسه. ما الذي أنتم الآن توجهونه وتوجهوا المسلمين والأحزاب السياسية فيما يتعلق بالعمل بالعلمانية، وكذلك الأفراد من المسلمين والمسلمات، الأفراد من المسلمين والمسلمات؟ أنا أول خلينا نقول بالنسبة لكل فرد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله، ليس أمامه إلا أن يكون مسلما كامل الإيمان كامل الإسلام. يعني لا نخاطب الآن المسلم أن يكون متجزئا متشظيا، لأن هذه واحدة من الإشكالات الكبيرة جدا، أن يعيش الإنسان حالة التشظي الداخلي، إنه أنت والله مسلم في المسجد وغير مسلم في الشارع مثلا. هذه إشكالية بلا شك. لكن نحن نقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. طيب، وأنت تتفاعل في ساحة الحياة، كل مساحة عندك القدرة أن تطبق فيها دينك طبق، وكل مساحة تعجز يمنعك العجز، لكن لا يمنعك التصور الصحيح لدينك. هذه مهمة جدا، لأنه مجرد ما أنت تصورك صحيح وإنه يا رب أنا والله عاجز أن أفعل هذا الشيء، ففرق كبير جدا بين العجز وبين التماهي في التصورات. فنحن نقول المسلم عليه أن يدرك بأنه لا مساحة له في أن يكون علمانيا، لا مساحة له في أن يكون ليبراليا، لا مساحة له في أن يكون أي شكل من الأشكال الذي تنقص إسلاميته وينقص إيمانه. ولكن أثناء التطبيق إذا عاجز إنه والله يطبق دينه كاملا، فنقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، حتى ينتقل المسلمون من حالة الاستضعاف الذي نتكلم عنها، وحالة أنه والله صبغة الدولة التي تكاد تكون اليوم هي دولة في حقيقتها متعددة، لكن في جوهرها الغالب فيها الآن حالة طائفية أكثر منها حالة تعدد حقيقي فيه. نحن نقول هنا يقع العبء الأكبر على المسلمين ابتداء، لأنه عليهم أن يتوحدوا، وعليهم أن يتماسكوا، وعليهم أن يترابطوا ويوحدوا نضالهم في سبيل أن يحدثوا حالة وجود حقيقي. لأن السياسة شيخ برهان كما يقولون هي تعكس حالة الاجتماع والاقتصاد. يعني أنت وجودك الاقتصادي وجودك الاجتماعي هو الذي ينعكس على السياسة إذا استطعت أن تكون فاعل. فهنالك اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى الكتلة المسلمة في إريتريا ليست بسيطة، ولكنها كتلة متشظية منقسمة
بعيدة عن التأثير، وبالتالي تجد رغم أكثريتها لكن تجدها هي اليوم مستضعفة. بالنسبة للسلطة السياسية بطبيعة الحال أي شكل من أشكال المظالم التي تترتب من السلطة، وخاصة البلدان التي فيها تعددية مجتمعية وتعددية دينية، إذا لم يكن النظام متوازنا في تعاطيه مع المجتمع وحاول أن يميل بأي شكل من أشكال الميل نحو طرف من الأطراف، المآل النهائي هو حالة احتراب. يعني كل الدول اللي شعرت فيها بعض المكونات بالظلم التام، مهمشة اقتصاديا، مهمشة دينيا، تقوم ثورة. والثورة لا تكون آمنة حينها، لأنها ستأخذ أبعاد الانتقام. فليس من الحكمة أن تكون فليس من الحكمة. وبالتالي إذا أرادت السلطة السياسية للمجتمع يكون مجتمع معافى، مجتمع مسالم، مجتمع متعايش، لا بد أن يشعر الكل بأنه والله ليس مستهدفا. فالآن النماذج البسيطة اللي ضربناها لو تلاحظ، المسلم يشعر من خلالها انه والله الان انا والله زوجتي ليست ملاحقه في ثيابها، زوجتي طفلي ليس ملاحق في ان يقرا القران. البسيط هذا لاحظ انه يحدث تنفيس، فما بالك لما تقبل يعني الحمد لله اريتريا في عافيه من هذا. نعم. اريتريا في عافيه انك انت اذا ادبت ولدك ما تاتي السلطه تاخذ منك ولدك. نعم اريتريا في عافيه الحمد لله من هذا. نسال الله تعالى ان يديم علينا. مشاهدينا الكرام، استمتعنا بهذا الحديث من شيخنا الشيخ حسن سلمان عن العلمانيه. نسأل الله تعالى أن يعافينا منها ويعافيكم. ويسرني أن أختم هذه الحلقة بقوله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نحن نتمنى أن يختم الله لنا ولكم بخير حتى نصل إلى هذه الرفقة الطيبة الصالحة من النبي، وكل مسلم ومسلمة يتمنى ذلك، لأن اليوم لا نشعر حقيقة بعظمة هذا الأمر، لأن الفتن كثيرة. مما نقول لشخص: يا أخي حياتك وأمورك كلها لله تبارك وتعالى، لربما يناقشك يقول لك الوضع الآن غير والمستقبل غير وأنتم لا تفقهون ما معنى، واليوم الدول كلها مسيطرة ومسلطة وأنا لا أستطيع أن أقوم بهذا، صلاتي نعم، زكاتي نعم، أما تتدخل في أموالي في كذا، يبدأ يناقشها. فإذا جاءته المنية ودخل القبر يفاجأ بحياة أخرى وبسلطة أخرى هناك. حتى لا تفاجأ أخي وحتى لا تفاجئين أختي الكريمة، فاحرصوا على أن تكونوا مسلمين بالمفهوم الشامل للإسلام. ألقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.